أمشاط أدوات الزينة، ملاعق، التوابيت. واستعمل الصانع الوحدات الزخرفية من زهور أو رؤوس طير أو حيوانات في زخرفتها. وفي مجموعة توت عنخ آمون من القطع العادية، وكذلك الأبنوسية، ما يشهد بمقدرة الصانع المصري على استعمال هذه المواد وتنفيذ ما يريد تنفيذه فيها ببراعة ودراية. احنا عندنا أحداث سياسية بتحصل في الفترة اللي فاتت، وعلشان كنت بعيد عن الموضوع دون الفترة اللي فاتت، في واحد من الأحداث المهمة إن عندنا سائح أفريقي قطع 8983 كيلو متر عبر 9 دول سيرا على الأقدام علشان يوصل إلى الأقصر. وهو اسمه المغامر كيس بايد، عمره 57 عاما، وصل لمدينة الأقصر قادما من مسقط رأسه في كيب تاون بجنوب أفريقيا، سيرا على قدميه. قطع زي ما قلت لك يا لافينا 8983 كيلو متر في 7 شهور و6 أيام، وبيتجه لبرج القاهرة محطة وصوله الأخيرة عن طريق سيره بالطرق الزراعية الممهدة. مصر هي الدولة رقم 9 اللي قام بالمرور عليها خلال رحلته، وده علشان يسجل نفسه في موسوعة الأرقام القياسية. أوضح بايد أنه بدأ في التفكير والإعداد والتجهيز للرحلة دي من فترة طويلة، بهدف زيارة واكتشاف معالم الدول الأفريقية والتاريخية، ونشر ثقافة المشي والسلام والديمقراطية، وتحقيق للرقم القياسي العالمي. هناخد دلوقتي تعليق تاني. واحد بعت لي بيقول لي: نحن أمة أطلقت النار على عقلها، لم ينجي منها غير القليل. يقصد الناس اللي بتقرأ على الأقل. هنتكلم دلوقتي على صناعة تانية، هي صناعة الإيشاني. عرف المصري القديم صناعة الإيشاني من عصر ما قبل الأسرات، وتطورت معاه بمرور الزمن، وصلت لدرجة كبيرة من الرقي. أوائل عصر الأسرات ليس أدل على ذلك من استعمال لوحات صغيرة من الإيشاني في تكسية الجدران والأبواب في هرم سقارة المدرج وفي المقبرة الواقعة إلى جنوبه من عصر الملك زوسر. استمرت الصناعة ديا لحد العصر الروماني، واستعمل المصري الإيشاني
في عمل التمائم والخواتم، الأواني والعقود والخرز والتماثيل الصغيرة الجنائزية اللي بيطلق عليها اسم السوباتي أو التماثيل المجيبة. وبتتكون المادة دي واللي بيطلق عليها اسم الإيشاني من الجسم الداخلي، عليه طبقة لمعة تضرب للون الأزرق أو الأخضر أو خليط بينهما أو منهما. الجسم الداخلي كان بيحصل عليه عادة من حجر الكوارتز، هو حجر صلب يصحن حتى يصير مسحوقا ناعما يمكن عجنه واستعمال عجينته كمادة تشكل منها الأشكال المطلوبة. واستعمل الصانع طريقة القوالب في هذه الناحية. عثر علماء الآثار على عدد كبير من هذه القوالب المصنوعة من الفخار، واللي بترجع لعصر الأسرة 18 وما بعدها. عثر من مخلفات مصانع الإيشاني في الأسرتين 19 و20 على أكثر من 10,000 قالب من الفخار. ما زالت هناك بقية من العجينة اللي كانت بتصب فيها عالقة بجوانبها. كانت الصناعة دي منتشرة في جهات متعددة من القطر، ده بدليل العثور على مثل هذه القوالب في معظم المناطق القديمة زي تل العمرنة، منف، نوبراتيس، وده من العصر المتأخر. أما عن طريقة تشكيل الأشياء المصنوعة من الإيشاني، كانت العجينة المكونة من الكوارتز والرمل السيليتي تتماسك معه بواسطة النطرة